السلام عليكم. احنا النهاردة في كيلو 75 النبورية، بنصور 10 فدان مانجا كيت. زي ما انتم شايفين الشجرة اهو، ده عمر 2 مانجا كيت، ري بحاري. الأرض على أسفلت على طول. كيلو 75 زي ما انتم سامعين، ده صوت العربيات. انا ماشي في الخطوط كده عشان تشوفوا المانجا. خرطومين، نجاطات خرطومين، معمولة مساطب زي ما انتم شايفين اهو. مفيش عود عفش ولا اي حاجة، منضفه. فيها سكن صغير للعامل اللي هو موجود في الارض. الجار زارع برسيم وعامل زريبة مواشي. المية البحاري بتزرع اي حاجة عليها، اي انواع خضار، اي انواع فاكهة، موز، البحاري شغال. احنا النهاردة في 75 معانا مساحات من فدان الى 100 فدان بحاري في كيلو 75. اما لو عاوز البحاري في النبورية او في اي مكان، برضو منطقة النبورية في مساحات كبيرة لحد 3000 فدان. كل كام خط زارع شجرة برتقان. ده برتقان اهو، خط وخط، عامل خط برتقان مع المانجا اهو، بخمسها. نروح نصور السكن ونسيب الكاميرا تتكلم براحتها. في عندنا مساحات في وادي نطرون، مساحات أرض في وادي نطرون بتبدأ من 70,000 الفدان ل500,000 أرض ملك. 70,000 الفدان في وادي نطرون، أرض ملك، لحد 500,000. وملوحة المية من 250 لحد 1200 1500 ملوحة المية. معانا مساحات كتير على الصحراوي، مصر، اسكندرية، معانا الاسماعيلية، معانا اي مكان انت عاوزه في جمهورية مصر العربية
الحمد لله موجود معانا. دي غلة، دي الغلة عند الجار. يعتبر انت في قرية، ده كلها قرية مساكن. ده البيارة بتاعت البحاري. معلش ده مش سكن، ده المية، الأوضة بتاعت المية بتاعت المكان. ودي المشاية اللي في نص الأرض. المانجا تحس انها سجعانة شوية كده، الجو سجعة. بس مكان ممتاز جدا. أرض كلها مصاطب معمولة، وعامل كل خط وخط برتقان، خط برتقان. بيعمل خط وبيسيب خط برتقان صيفي. ده جزء عمر سنة. معلش الشمس بنروح كده بتجيلي كده، مش عارف بتعاند معايا ولا ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ده مكان مميز جدا على فكرة، في كيلو 75 على الأسفلت مباشر. والسعر في الوصف، سعر الأرض في صندوق الوصف، البيانات كلها في صندوق الوصف. شكرا.